بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن الربع جنيه المخروم وسعره الحقيقي كام، وايه اللي نادر فيه وايه اللي مش نادر فيه وايه الغالي فيه وايه اللي مش غالي فيه. مبدئيا اللي في ايديا ده ربع جنيه، تاريخه 1993. لو ركزنا كده في التاريخ هتلاقي مكتوب اهو تاريخ اصداره 1993 اهو 1993 ميلادية و1413 هجرية أو 1993 و1413 هجرية. ده مغناطيس اهو. لو ركزنا ده مغناطيس هتلاقي الربع جنيه ما بيلقطش في المغناطيس، ما بيلقطش اهو، ما بينجذبش للمغناطيس. تمام. طب ده سعره كام؟ 1993. ده سعره ربع جنيه. سعره ربع جنيه. ربع جنيه بيساوي ربع جنيه. طب ايه الغالي بقى فيه وايه اللي هو سعره بيتعدى ال 2000 جنيه؟ اللي هو ربع جنيه هنا 1993، لا، هيبقى مكتوب عليه 1992. 1992 والهجري بتاعه والتاريخ الهجري بتاعه 1412 هجري. 1412 هجري و1992 ميلادي. ده سعره 2000 جنيه. يعني لو معاك الربع جنيه المخروم ده والتاريخ بتاعه 1992، ده سعره 2000 جنيه، وتكون حالته جديد كده وايه، ومش متني او مكسر او الكلام ده كله، يكون حالته كويسة، حالته زيرو يعني. ده بيتباع ب 2000 جنيه بيشتروه. طب ليه هو غالي؟ لان دي اول نسخة من الربع جنيه صدرت، كانت نسخة تجريبية كده، فما اللي اتسك منها عدد قليل جدا اللي اتسك من النسخة بتاعت 1992. عشان كده هو غالي وسعره 2000 جنيه. ممكن يكون معاك اللي هو 1992 ده، وساعتها هتبيعه بال 2000 جنيه. ده اما الربع جنيه 1993 ده سعره ربع جنيه، ما فيش زيادة ولا الكلام ده كله. الربع جنيه بيساوي ربع جنيه. دوكت بقى 1992 ده سعره 2000 جنيه. سعره 2000 جنيه بيتباع في المزادات وعلى المواقع وعلى الجروبات، بيتباع ب 2000 جنيه اللي هو 1992. بالنسبة للربع الورقي ده ماليش سعر. الربع جنيه بيساوي ربع جنيه. الربع جنيه بيساوي ربع جنيه. مفيش حاجة منه غالية ولا في أي حاجة منه سعرها مرتفع. هو الربع جنيه بس اللي هو المخروم ده، الربع جنيه المخروم ده اللي هي نسخة 1992، دي سعرها 2000 جنيه. سعرها 2000 جنيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.